الشمس والله فإذا بالعدو قد بدأ يزدحم علينا وقد بدأ القتال. قال فالتفت أبحث عن الغلام. الغلام ليس له أب ينظر إليه ولا خال ولا عم ولا أخ، وإذا الناس كل واحد يحضر أهله حوله من أقربائه وأحبابه. قال فنظرت أين الغلام فإذا هو في المقدمة، فأقبلت عليه وأمسكته. قلت يا بني. قال ما تريد؟ قلت يا بني هل لك خبرة في القتال؟ هل قاتلت من قبل؟ قال لا والله هذه أول مرة أقاتل. قلت يا بني كن في آخر الصف، فإن كان نصر انتصرت معنا، وإن كانت هزيمة لم تكن أول مقتول. قال فغضب. قال يا عمي تريدني أن أكون من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله والله ما جئنا إلا هربا منها. قال يا عم ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا؟ قلت بلى. قال ما سمعت قول الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله؟ قلت بلى. قال أتريدني أن أبوء بغضب من الله؟ قلت يا بني إنما هي آيات تفسيرها. قال فقبل أن أخبره بذلك اشتد القتال وحالت الخيل بيني وبينه. قال ورميت النبال وتصايح الأبطال وكثرت الدماء وكسرت الجماجم وتطايرت الأيدي والأرجل. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، واشتد علينا حر الشمس من فوقنا واشتد علينا القتال. قال فما كادت تزول الشمس قبيل الظهر إلا وقد هزم الله تعالى الصليبيين وانتصر المسلمون. قال فرجعنا واجتمعنا لصلاة الظهر، فلما صلينا أخذ كل واحد من الناس يتفقد أحبابه، أما الغلام فلم يتفقده أحد. قال فأخذت ألتفت فلم أجد الغلام معنا، فذهبت أبحث عنه بين القتلى والجرحى لعله أسر أو لعله جريح. قال فبينما أنا أمشي بجراحي فإذا بي أسمع صوتا ضعيفا يقول يا أبا قدامة يا أبا قدامة يا عم يا عم. قال فالتفت فإذا جمع من القتلى وإذا من بينهم هذا الغلام قد وطئت عليه الخيل حتى أذهبت محاسن وجهه وجماله. قال فأقبلت عليه فإذا به بقية رمق. قال فأخذت رأسه ووضعته على فخذي، ثم أخذت ثوبي أمسح الدم عن وجهه، فنظر إلي ثم قال الحمد لله الذي جعلني أراك قبل أن أموت وأوصي إليك. قال فأخذت أمسح الدم، فقال يا عم تمسح الدم عن وجهي بثوبك؟ امسحه بثوبي أنا، فثوبي أحق بالوسخ من ثوبك. قال أبو قدامة فبكيت ثم أردت أن أحمله. قال يا عم المنية أقرب، يعني الموت أقرب، ولكن استمع مني هذه الوصايا. قلت ما تريد؟ قال يا عم أقسمت عليك إذا أنا مت أن تأخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم ثم تجعلها في كيس ثم ترجع إلى الرقة ثم تبشر أمي بأني قد قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر، فإن لم تصدق أمي ذلك فأخرج لها ثيابي حتى ترى فيها الدم فتصدق أن الله عز وجل قد تقبل هديتها إليه، ثم قل لها يا أبا قدامة إن ولدك إن قبله الله تعالى شهيدا فسوف يشفع فيك عند الله جل وعلا. قال أبو قدامة قلت يا ولدي لا تنسني من شفاعتك. قال مثلك والله لا ينسى. ثم سكت الغلام فضحك. قلت ما بالك؟ قال يا عمي والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. قال أبو قدامة فبكيت. ثم مات الغلام فدفناه، فأخذت بعض ثيابه ثم مضيت إلى الرقة وأنا ما أعرف أين بيتهم. قال فأخذت أسير في طرقات الرقة وأنظر. قال فبينما أنا أمشي فإذا بي أقبلت على باب عند بيت قديم، وإذا عند الباب طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات، وأذكر أن الغلام كان يحدثني عنها وأنها تمسكت به لما أراد أن يخرج وقالت يا أخي لا تبطأ علينا وعجل الرجوع إلينا، ولم يبق لها في الدنيا إلا هذا الأخ. قال فإذا بالطفلة تنظر إلى الناس القادمين من الجهات، وكلما مر بها أحد سألته وقالت يا عم من أين أقبلت؟ فيقول أقبلت من الغزو. تقول معكم أخي؟ فيقول ما أعرف من أخيك، ثم يذهب. قال فأقبل إليها واحد ثاني ثم ثالث ثم العاشر وهم يقولون ما نعرف من هو، فبكت وقالت ما لي أرى الناس يرجعون وأخي لا يرجع. قال أبو قدامة فأقبلت عليها، فلما رأت علي أثر السفر ومعي الكيس
قالت يا عم من أين أقبلت؟ قلت أقبلت من الجهاد. قالت معكم أخي؟ قلت أين أمك؟ قالت أمي بالداخل. فذهبت وأخذت أتذكر وجه الغلام لما رأيت وجهها. قال فأقبلت علي المرأة وقد تحصنت وتعففت وتحجبت. قال فلما سمعت صوتها عرفت أنها تلك المرأة التي جاءتني في تلك الليلة. قال فأول ما رأتني صاحت قالت يا أبا قدامة هل قبل الله هديتي فأهنى أم ردها إلي فأعزى؟ جئت معزيا أم مبشرا؟ قلت ما هو العزاء وما هي البشارة عندك؟ قالت إن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد رجع سالما غانما فأنت والله تعزيني، وإن كنت تخبرني أن ولدي قد قتل في سبيل الله فأنت تبشرني. قلت أبشري قد قتل ولدك في سبيل الله. قال والطفلة قد رفعت بصرها تنظر إلينا. قالت ما أصدق. قلت بلى قد قتل. قالت أين ثيابه؟ قال ففتحت الكيس وأخرجت إليها ثيابه التي ألبسته إياها هي بيدها ولفتها عليه، فإذا فيها الدم وإذا فيها بقايا من شعره ولحم وجهه. قال فكبرت الأم وصاحت الصغيرة وسقطت. قال ثم أخذت البنت تنتفض وتنتفض وهي على الأرض، ودخلت الأم وأحضرت ماء تسكبه عليها، وجلست عند رأسها أقرأ عليها القرآن، فوالله ما جاوزتها إلا وقد ماتت. قال فلما ماتت سحبتها أمها إلى داخل البيت ثم أغلقت الباب في وجهي، فسمعتها تدعو الله عز وجل من داخل البيت وتقول اللهم إني قد قدمت زوجي وولدي وابنتي، ولو أردت روحي لقدمتها في سبيلك، اللهم فاجمعني بهم في جنتك. أيها الإخوة والأخوات، إن الذي يتأمل في مثل هذا الحرص الذي فعلته هذه المرأة ويتأمل في حرص أولئك لا يعلم والله أننا لسنا معهم إلا كمثل البطالين اللاهين. أولئك قدموا وقدموا، ونحن نريد أيضا أن نبلغ منازلهم في تلك الجنات، ومع ذلك ما عملنا أعمالهم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.